السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. في هذه الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غتكون حلقة متميزة بامتياز، حلقة كدوي على أهمية تعلم اللغة الإنجليزية. علاش غادي ندوي على أهمية التعلم الإنجليزية؟ لأنه ملي كتكون عندك واحد الهدف ضروري خاصك واحد الأسباب اللي غادي تخليك تتعلم واحد اللغة. كل ما كانوا عندك مجموعة ديال الأسباب كل ما غادي تصبر باش تتعلم هذيك اللغة، والعكس صحيح. إلا كانوا عندك أسباب ضعيفة كون على يقين بأنك ما غاديش تكمل المشوار ديالك، غادي تلتزم يوم أو يومين ومن بعد غادي تفشل، من بعد غادي توقف، ومن بعد ما غاديش تكون عندك واحد الاستمرارية. باش نكونوا متفقين الخوت، اللغة الإنجليزية فهي لغة العلم، فهي لغة المعلومة. ما تنساوش باللي الولايات المتحدة الأمريكية عندها هيمنة فكرية على العالم، عندها أحسن ليزونيفرسيتي اللي كاينين في العالم. فدولة الولايات المتحدة الأمريكية كتستثمر أموال طائلة في البحث العلمي، كيجيبوا عباقرة وعقول من العالم كاع كامل، من الصين، من الهند، من جميع دول العالم. كيخلق لي واحد لونفيرونمون لي زوين، كيدعمو، كيشجعو، كيعطيه باش يخدم، كيعطيه كل شيء، وكيقول ليه غير بدا عليا. فهادشي اللي كيخلي الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية ومعرفية في العالم كامل. فاللي يبغى يكتسب المعرفة كيلقى راسو مجبر يتعلم اللغة الإنجليزية. النقطة الثانية اللي كتخلي اللغة الإنجليزية لغة قوية هي نقطة التواصل ولا الكوميونيكيشن. ما تنسوش يا أصدقائي أن الغاية ديال اللغة، الجوهر ديال اللغة هو التواصل. اللغات بدات في الأول عن طريق أصوات، ماشي بدات في الأول عن طريق الكتابة. إلا مشيتي لأي فندق في العالم في الأغلب المستقبل غادي يكون كيهضر باللغة الإنجليزية. إلا مشيتي لأي دولة في العالم غادي تلقى شي ناس عندهم شي بركة ديال اللونجلي. بعض اللغات تقدر تكون عندها مستقبل بحال اللغة الصينية واللغة الإسبانية، إلا أن اللغة اللي عندها هيمنة في العالم حاليا هي اللغة الإنجليزية. اللغة الصينية صعيب تولي لغة المستقبل القريب لأن الأحرف ديالها غير مألوفة والنطق ديالها صعيب. اللغة الإسبانية فهي لغة جميلة لكن عمرها ما غادي توصل اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية كتنتج عدد ضخم ديال الأفلام وديال الموسيقى، عندها واحد الهيمنة اللي من الصعب كسرها واستبدالها باللغة الإسبانية. السبب الثالث اللي كيخلي اللغة عندها قوة هو المجال الاقتصادي. كما كيعرف الجميع بأننا حنا كنعيشوا في عصر المادة بامتياز، والناس كيتغراو باش يلقاو لغة اللي كتخول لهم يلقاو فرص شغل ويلقاو خدمة في المستوى. مثلا في المغرب اللغة الإنجليزية ممكن تفتح لك أبواب أكثر وتعطيك فرص ذهبية. في بلدان أخرى مثلا إلا مشيتي عشتي في الولايات المتحدة الأمريكية ولا مشيتي عشتي في كندا ولا في الإنجليز، راه ديك الساعة راه كتفرض عليك اللغة، خاصك تعلمها. تقدر ديباني راسك بيان سور إلا كنتي بين وبين، ولكن إلا كانت عندك اللغة الإنجليزية غادي تفتح لك أبواب، غادي تاكل واحد طريف ديال الخبز زوين. وحتى إذا كنتي رجل أعمال خاصك اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية غادي تعطيك واحد القوة. مثلا أندرو تيت في واحد الحوار ديالو قال لهم باللي ملي كتلاقى واحد البيزنس مان من روسيا وواحد البيزنس مان من الصين كيهضروا بالونجلي، وذلك لأن الونجلي هي اللغة العالمية الأولى وحيت عندها تأثير كبير على التجارة وعلى الاقتصاد، والدولار هو المهيمن عالميا. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، كنتمنىكم تكونوا اقتنعتوا باللغة الإنجليزية هي لغة جميلة جدا. فاللغة الإنجليزية قوية لأنها لغة العلم والمعلومة والمعرفة. اللغة الإنجليزية عندها واحد الهيمنة تكنولوجية ومعرفية على العالم كامل، واللغة الإنجليزية فهي قوة ديال التواصل وديال الكوميونيكيشن. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى هذا الفيديو يكون قدم لكم واحد القيمة في حياتكم. ما تبخلوش عليا باللايك، إذا كان عندكم تساؤلات خليهم لي في الكومنتس، بارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.